بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اقول اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي. كلنا طبعا منتظرين مباراه المنتخب النهارده مع الراس الاخضر. ان شاء الله المنتخب المصري النهارده يكون فيه 26 راجل يقدروا يفرحونا. كلنا عرفنا اللي حصل ومحمد صلاح هيمشي ويسيب المنتخب، وان شاء الله المنتخب المصري يبقى افضل بدون محمد صلاح، لان احنا عارفين ان صلاح عمل تقل على اللعيبه. ما تيجوا بينا نختار التشكيله الامثل للمنتخب المصري يلعب بها النهارده، لان المنتخب المصري محتاج الفوز، واي نتيجه غير الفوز المنتخب المصري هيبقى بره المجموعه، واللي هيطلع يقول لي توالد في ناس افضل منك هياخدوا توالد. ان شاء الله المنتخب المصري يفوز النهارده ويبقى قد المسؤوليه ونعمل مباراه كويسه ونفوز كمان. ما تيجي نختار التشكيله اللي احنا كمشجعين المنتخب المصري نتمنى فيتوريا يلعب بيها. محمد الشناوي على اليمين، عمر كمال في الدفاع، احمد حجازي جنبه، محمد عبد المنعم على الشمال. انا اتمنى احمد بالفتوح، لان المباراه ديت محتاجه لاعب هجوميا اكتر ما لاعب دفاعيا، لان محمد حمدي دفاعيا اكتر ما هو هجوميا، وكلنا شفنا العرضيات بتاعت محمد حمدي، العرضيات البالونيه. في نص الملعب لا بديل عن الثلاثي ده، حمدي فتحي، مروان عطيه، قدامهم امام عاشور اللي عمل مباراه ولا اروع المباراه اللي فاتت. وعلى اليمين طبعا احمد سيد زيزو، وان شاء الله احمد سيد زيزو انا كاهلاوي اتمنى ان هو يكسر الدنيا مع المنتخب، عشان نعرف ان في لعيبه افضل من محمد صلاح في الوينج ده. وعلى الشمال عمر مرموش اللي عمل مباراه كويسه جدا وكسر الدنيا، وقدام مصطفى محمد. وان شاء الله ينزل في الشوط الثاني تريزيجيه، ويا ريت ما يطلعش عمر مرموش، لان احنا شفنا الثنائيه ما بين عمر مرموش وتريزيجيه كانت افضل ثنائيه حصلت مع المنتخب المصري. وان شاء الله المنتخب المصري يقدم مباراه كويسه ونكسب ان شاء الله ونتاهل بدون محمد صلاح، وان شاء الله نوصل النهائي ومش محتاجين حد. بس كده، يلا سلام.